السلام عليك يا صاحبي. أحيانا يعز علينا أن الأمر قد جاء ممن يعز علينا، فالموجع ليست الضربة وإنما يد من، والجارح ليس الكلمة وإنما من فم من، والموقف ليس قاتلا إلى هذه الدرجة، ولكن الإنسان يتأذى بقدر العشم. يا صاحبي، أول ضربة فأس. لا تفت عضد الشجرة، ما يفت عضدها هو أن عصا الفأس منها. السنبلة لا تتأوه تحت المنجل، لأنها لا تأمل منه غير أن يكون قاطعا. تسقط الشجرة أخيرا تحت ضربات الفأس، وتسقط السنبلة بضربة المنجل. السقوط واحد، ولكن المشاعر ليست سواء. سقوط الشجرة مصاحب بالخذلان والعقوق. أن تثك من زرعته، وأن تهون على من لم يهن عليك، وأن يحقرك من كنت تغطي وجهه بيديك كي لا تؤذيه أشعة الشمس. أما سقوط السنبلة فشيء عادي جدا وطقس رتيب من طقوس الحصاد، فهكذا كانت العلاقة بينهما بين المنجل على الدوام، وهكذا ستبقى إلى الأبد. الموجع هو تحول القلوب يا صاحبي، الموجع هو التواجه بعد العناق، الموجع أن يبكيك الذي مسحت دمعه، ويكسر خاطرك الذي جعلت خاطره دوما قبل خاطرك. يا صاحبي، موجع جدا ضياع العشم، وألا يكون الناس على مقدار قلبك، وألا يستحق كل هذا السعي الذي سعيته. صدقني، مؤلم أن تركض ثم تكتشف أنك كنت تركض في الاتجاه الخاطئ، وأنت لم تقترب منه، وإنما قد ابتعدت عن نفسك، والسلام لقلبك. كل الفكرة يا صاحبي أن هذا الدين ثغور شتى، وكل واحد فينا على ثغر، فلا تستهن أبدا بثغرك، ما دام الله قد أعطاك سلاح الكلمة وبلاغتها وحدة العبادة ونصلها، فقد ائتمنك على ثغر من ثغور دينه، فالزمه ولا تحقرن نفسك. يا صاحبي، إن الغني قد جعل على ثغر الصدقة، والأديب والمفكر قد جعل على ثغر حماية العقيدة ورد الشبهات وقول كلمة الحق، والمقاتل قد جعل على ثغر الحرب، والمدرس قد جعل على ثغر بناء الجيل، والأم قد جعلت على ثغر تربية الأبطال، والإعلامي قد جعل على ثغر حماية ظهر هذا الدين من أن يطعن بكلمة، والداعية على ثغر الأخذ بيد الناس إلى الله. يا صاحبي، والله هي ثغور، ومن لزم ثغره طرح الله تعالى البركة في حراسته. حرس البخاري ثغر الحديث فكان الصحيح، وحرس مسلم ثغر السنة فشد أزر البخاري، وحرس مالك ثغر الفقه فكان الموطأ، وحرس أحمد بن حنبل ثغر العقيدة فكان المسند، وحمى الله بظهره الذي جلد دين أمة كاملة. والسلام لقلبك. السلام عليك يا صاحبي. قرأت البارحة شيئا فاقشعر بدني. كتبت إحداهن تقول: منذ أكثر من 2 لم أكن محجبة، وكان في صفي فتاة تلبس الخمار، وكانت تنظر إلي باستحقار، وكلما مرت بي رمتني بجارح التعليقات. لم تمض سنة حتى كنت أنا قد تحجبت ولبست الخمار، بينما خلعته هي، واليوم ليست محجبة أساسا. يا صاحبي، هذه ليست المرة الأولى التي أقرأ فيها شيئا من هذا النوع، حتى صرت على قناعة أن من نظر في ذنوب الناس كأنه رب، لا يوشك أن تزل قدمه ويصبح مكان أولئك الذين نظر إليهم بعين طاعته باستعلاء، وأنه من نظر في ذنوب الناس كأنه عبد ضعيف ما استقام إلا بفضل الله عليه، فحمد الله على العافية ودعا الناس بالهداية، إلا وعصمه الله من الوقوع فيما وقع به الناس. يا صاحبي، والله ما استقام أحد لله بقوته، ولكن الله تكرم عليه بالهداية، وما ابتعد أحد عن الله مستغنيا بنفسه، ولكن الله استغنى عنه أولا. وإني أعيذك بالله أن تلقى عاصيا فتزدريه، وإن مكره المعصية، وتحبب إلى العاصي، فلولا لطف الله بك لكنت مكانه. وإني أعيذك أن تعير أحدا بمعصيته. يا صاحبي، عندما أفلس محمد بن سيرين ودخل السجن بسبب خسارته لتجارته وعجزه عن سداد ديونه، قال: لقد كنت أنتظر هذه اللحظة منذ 20 سنة، فقد عيرت رجلا وقلت له: يا مفلس. فإذا كانت هذه عاقبة التعبير في عثرات الدنيا، فما بالك بعاقبة التعبير في عثرات الدين؟ ولله در عبد الله بن عمر ما أفقهه، كان يقول: والله لو عيرت امرأة بحبلها لخشيت أن أحبل. والسلام لقلبك.
فليكن دعاؤنا دوما الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وندعو بالهداية لنا وللجميع. فاللهم اهدنا وسددنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام عليك يا صاحبي. تسألني هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله؟ ولأول مرة أعجب من سؤال تسألنيه. كنت أحسب أن الأمر بديهي وأنه قد استقام لك فهمه، لقد سبق وعرجت في كلامي على شيء من هذا وإن تلميحا، ولكن لا بأس أن أسوق الأمر إليك الآن تفصيلا. يا صاحبي، مر عمر بن الخطاب برجل قد أصيب بعيره بالجرب، فإذا هو رافع يديه يدعو الله تعالى أن يشفيه له، فقال له: لو أيدت دعاءك بشيء من القطران. يعلم عمر يقينا أن الله سبحانه قادر على أن يشفي بغير دواء، ولكنه يعلم أيضا أن هذه الدنيا دار أسباب، والإنسان مطالب بالأخذ بالسبب ما استطاع، ولكنه لا يضع يقينه بالأسباب على الأسباب، وإنما على رب الأسباب. الطبيب لا يشفي دون إذن الله، ولكن هذا لا يعني أن نتوقف عن التداوي. بالمقابل لا نعتقد أن الدواء شاف من تلقاء نفسه، وإنما بأمر الله. هكذا هو الأمر، موازنة بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. يا صاحبي، لو تأملت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لفهمت الأمر كله، فالسيرة ليست مادة تاريخية تروى بقدر ما هي مناهج حياة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم برفقة أبي بكر خفية، وهذا أخذ بالسبب، واصطحب معه دليلا يدله على الطريق. هو نبي ويعرف أنه محفوف بعناية الله، وأنه أكرم على ربه من أن يتركه يضيع في الصحراء، ولكنه أخذ بالسبب لأنه يعرف أن الدنيا دار أسباب، وليعلمنا أنها لا تنافي التوكل على الله، وإنما هي واقعة في قدر الله. وهو يعرف أنه لن يموت جوعا في طريق هجرته، ولكنه أخذ معه زادا. وهو يعلم أن الله سيعمي عنه عيون المشركين، ولكنه كان يأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يمحو بأغنامه أثر الخطوات إلى الغار. ويوم أحد لبس درعين لا درعا واحدا. هو يعلم يقينا أن الدروع لا تمنع من الموت، ولكن المؤمن كيس فطن. يا صاحبي، حتى المعجزات التي هي بالأساس خارقة للعادة وتجري على عكس ما تجري به السنن الإلهية كان لها سبب ظاهر. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة؟ وقد كان قادرا أن يسقط عليها الرطب بلا هز، فضلا أن مريم لم تكن تستطيع هزها أصلا، ولكنه طلب منها شيئا من السعي. يا صاحبي، عندما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل وتبعهم فرعون بجنوده ووصل الفريقان إلى شاطئ البحر، قال الله تعالى لموسى عليه السلام: اضرب بعصاك. العصي لا تشق البحار يا صاحبي، وليست سببا مبذولا في هذا الموضوع. ومن شق البحر بضربة موسى عليه السلام، والله تعالى لا يريد من العبد بذل أكثر من السبب الذي يستطيعه. يا صاحبي، عندما يئس نوح عليه السلام من قومه وعلم يقينا أنه لن يؤمر معه غير الذين آمنوا، رفع يديه ودعا عليهم، فجاءه الأمر الإلهي أن اصنع الفلك. الرب القادر الذي أنجى عبده والمؤمنين معه بالسفينة كان قادرا أن ينجيهم بدونها، ولكنه أراد منهم السعي، فالسبب ليس اختبارا لقوة الرب، فهو سبحانه رب الأسباب، ولكن اختبار لقوة فهم العبد لسنة الله في الكون. يا صاحبي، عندما طال مرض أيوب عليه السلام وشاء الله أن يتمنن عليه بالشفاء، قال له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يستطيع الله أن يشفيه بلا سعي ولا دواء ولا شراب، ولكن بذل السبب مطلوب، فإن كان كل هؤلاء لم يزهدوا بالأسباب فلا تنتظر أنت نجاحا بلا سبب ولا سعي. والسلام لقلبك. السلام عليك يا صاحبي. سأل رجل هند بنت النعمان بن المنذر آخر ملوك المناذرة في اليمن، فقال لها: حدثيني عن ملككم وما كنتم فيه. فقالت: أأختصر أم أفصل؟ فقال: اختصري. فقالت: أصبحنا وكل من رأيت عبدا لنا، وأمسينا وعدونا ممن يرحمنا. إني أعيذك بالله من زوال النعم يا صاحبي،
من أن تدبر الدنيا عنك بعد إقبالها، ومن أن تنزوي عنك الخيرات بعد بقائها في يدك ردحا من الزمن، ومن أن يستغنى عنك بعد أن كان لا يعقد أمر دون حضورك، ومن أن يستهان بك بعد عز، وتزدرى بعد توقير. موحشة هي الدنيا يا صاحبي إذا انقلبت بالمرء، فمن ذاق العز قتله الذل، والحاجة بعد ذلك قضمه ببطء كما يقضم فأر نهم كنزه صوف، حتى لا يبقيها صالحة لشيء. يا صاحبي، وجع المريض الذي ولد في المرض أخف من وجع من ذاق العافية ثم مرض، ووجع الفقير الذي ولد في الفقر أخف من وجع من ذاق الغنى ثم افتقر، ووجع الذي ليس له حبيب أخف من وجع من ذاق طعم الحب ثم فقده. كل حرمان صعب، ولكن أن يتحسر المرء على ما لم يجرب لذته أخف وطأة، أقل وجعا من أن يتحسر على فقد ما جربه. وإن نعيذك بالله أن تبتعد عنه بعد قرب، فهذا والله من زوال النعم.